السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل مع بعض الكب كيك. هنعمله من غير لبن، من غير بيض، من غير زبدة، من غير سمنة، من غير اي حاجة. حابة ان احنا نجرب مع بعض كل الحاجات دي ونجدد شوية، وانا بعملها للست البيت اللي ممكن ما يكونش عندها الحاجة دي، او يكون مكانها بعيد عن سوبر ماركت او كده، فانا عايزة اعمل الحاجة دي او هتعمليها. طب ما فيش عندي غير كذا بس في البيت، برضك هتعملي حاجة حلوة وهتفرحي ولادك. بس هي كده، يعني اللي حابب يبقى يعمل بالمواصفات التانية، اللي هي لو عايز يحط حليب او زبدة او كده. طبعا عندي الفيديوهات دي تحت، بس احنا بنعمل للناس اللي هي مثلا يعني بتقول انا ما عنديش غير الحاجة. المهم يعني انا معايا بسم الله كوباية مية كده، تمام، كوباية ونص على نص، او نخليها كوباية. تمام، انا كنت هعملها كوباية بس يعني اهو على كوباية. السكر ده تبع الرغبة او حسب الرغبة، فاللي حابب يحط ربع، نص كوباية. في ناس بتحب الحاجة مسكرة أوي، ممكن تحط كوباية ونص سكر. في ناس بتحط كوبايتين سكر عادي. السكر ده اختياري. تمام، المهم ان كوباية ونص مية، وهندوب السكر بتاعنا كده قوي هنا كده. وبرده اختياري كده احنا مش حاطين بيض. نحط رشة فانيليا، نحط اهو، بتديها ريحه كده قويه يعني. وكمان وهي في الفرن بقى كده بتخلي بيتك كله كده ريحته حاجه حلوه عاملاها في البيت. المهم هنقلب كده قوي السكر مع الميه اهو، وهنعمل احلى كوب كيك ان شاء الله هيعجبكم اهو. وممكن كمان نحط معلقتين اهو، معلقتين خل. انا حطيت كده بالبركه يعني معلقتين خل. وهو ده بقى البطل بتاعنا، اللي هو بدل البيض، هو ده اللي هيرفع لنا العجينه بتاعتنا او الخليط بتاعنا. تمام، فما عندكيش اي حجه اصلي ما عنديش بيض، طب مش هينفع، لا هينفع. طب ما عنديش حليب برضك هينفع. طب ما فيش لا سمنه ولا زبده، ما فيش اي مشكله، هنحط بداله الزيت اهو المنظر ده. معايا زيت نضيف حلو كده اهو. بسم الله، هحط 1 2 3 4 5. عايزه تحطي 6 حطي، مفيش اي 3 مشكله. تمام اهو. مش عندك حجه، ما عندكش اي حجه. عملنا سكر وميه وفانيليا والخل والزيت اهو بالمنظر الجميل ده اهو. احنا كده دوبنا السكر بتاعنا وطولنا كمان. هعمل ايه بقى؟ معايا كوبايه دقيق، هنجيب بس الملح بتاعنا اهو. معايا كوبايه دقيق اهو، هي مش كوبايه واحده، احنا هنشوف مع بعض هنعمل ايه. كوبايه دقيق كده، تمام.
وهحط معاها بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش محضره المقادير، مش محضره المقادير، اصل هي مش محتاجه مقادير. احط رشه ملح بالمنظر ده، تمام، وهنخلها كده اهو، تمام. نحط بقى الكوبايه التانية اهو، المنظر ده. بحب استعمل الدقيق ده نضيف قوي، بسم الله، في كل اشياء بصراحه. بس هو مش معنى كده اني ما عندكيش مش هتعملي، لا هتعملي برضو. يعني لو عندك دقيق سايب من عند العطار هتعملي كل حاجه، بس طالما عندك الحاجه اعملي. معلش هزت الدنيا خالص اهو. انا عدلت بس الكاميرا كانت هزت. بصوا انا كده نخلت الكوبايتين اللي هما الدقيق، تمام. معايا بيكنج باودر، عندك خميرة الحلويات، عندك بيكنج باودر، عندك مفيش اي مشكلة اهو. معلقة كاملة بس عشان انا ما كنتش مليتها قوي، معلقة كبيرة. عايزة تحطي الكيس كله برضو مفيش اي مشكلة اهو، راحتك خالص. واللي عندك في البيت اعملي، ما تقوليش اصلي مفيش، دي حجة البليد زي ما بيقولوا. انما طالما انا دماغي شغالة واقدر اتصرف، هعمل كل حاجة حلوة لولادي وهبسطهم اهو بالمنظر ده. بصي احنا لسه كمان ما قلبناش، بتعملي على اتجاه واحد بس، ولا خلاط ولا مضرب بيض ولا عجانة ولا اي حاجة اهو، بالمضرب السلك. وانا عملت معاكم برضو قبل كده الكيكة اللي هي من غير بيض برضو، ومن غير زبدة ومن غير سمنة ومن غير مضرب بيض ومن غير خلاط ومن غير حليب. هنعمل كل حاجة اهو. يعني اهالينا زمان ما كانت بتتصرف، ما فيش حاجة حد بيقف على حاجة يعني الناس اللي هي كسلانة بس اهو. المنظر ده بصي انا بعمل على اتجاه واحد اهو. معايا بقى تاني اهو، معايا كده معلقة كاكاو اهو. المعلقة مكان البيكنج باودر عادي، مفيش اي مشكلة اهو. ادخل شوية في الكيس عادي، يعتبر كده انا حاطه معلقتين، تمام. هعملها بس بايدي كده عشان كده احنا بننخله، عشان لو في اي حبيبات او تكتلات. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عادي انت لو نخلتيه على الدقيق برضو مفيش اي مشكلة. بالمنظر ده بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله
واصحابي اجمعين. لو عايزه تحطي كاكاو تاني حطي، يعني في ناس بتحط مثلا ربع كوبايه، في ناس بتحط معلقتين، في ناس بتحط 3. عادي، الكاكاو ده هو عادي خالص. احنا بس بنقلب اول كده وندخل الهواء كده قوي. بالمنظر ده. هجيب بقى الكوب الكيك بتاعنا وارجع لكم. بصوا بقى، انا جبت اهو، جبت الورق اهو، حطيته، مش عارفه واضح ولا لا اهو. ماشي، بتجيب الورق ده من اي واحد بتاع مستلزمات حلويات. انا عشان غطست المعلقه قوي تحت، فعشان كده عملت مني. مفيش اي مشكله اهي. بسم الله اهو. ما بتملهاش كلها برضو، ليه بقى؟ علشان تسيبي لها بس يعني فراغ اهو. أنا بس مركزه بس عشان ايه ما بهدلش الدنيا. بسم الله اهو. بتسيبي ربعها كده عادي خالص، كوب كيك عادي زي ما انتي متعوده تعمليه. بسم الله اظبط الورقه اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في الملأ الاعلى الى يوم الدين يا رب العالمين. واللي وقع مني بره ده انا همسحه بالمنديل، منديل المطبخ. بسم الله اهو. وانا مولعه الفرن على 180 درجه يسخن، واحطه على الرف الوسطاني. بسم الله اهو. يبقى احنا عملنا مع بعض بقى الايه، كب كيك الشوكولاته. انا بس هكمل وانضف بقى بالمنديل واوريكم برضو. بصوا انا حطيته بقى في القوالب في الورق كده في الكب كيك اهو. صبيته كده ونضفت بقى اللي حواليه بالمنديل لو في حاجه اهو. من المنظر ده بتسيبي بس ربعها من فوق مش اكتر. وهحطه في الفرن، انا مولعه الفرن، هحطه على الرف الوسطاني وما افتحش عليها غير بعد 30 دقيقه. وهنشوف برضو الدنيا فيها ايه وهوريكم. تمام اهو. استوى اهو، طلع من الفرن. بصوا بصوا شكله ضعف ازاي، من غير بيض، من غير لبن، من غير زبده ولا سمنه اهو. بصوا شكله ضعف ازاي اهو. كوب الكيك بالشوكولاته اهو. اهو بالمنظر ده اهو. اهو بالمنظر ده، بالمنظر ده اهو. مش عارفه اقدمه كله ولا لا. انا رايي اهو كده. بصوا ده كان منظره اهو، ده منظره.
وده دول اهو. دي الصينية دي والصينية دي اللي خدنا منها اهي اهو، استووا واتضاعفوا زي ما انتم شايفين. بصي اتضاعفت ازاي اهي اهو، بصوا شكلها اتضاعف المنظر ده. بس احنا معانا صوص الشوكولاته كنا عاملين منه قبل كده وعملناه كم مره مع بعض اهو. هنعمل كده مش لازم اشيله من الورق اهو كده اهو، عشوائي كده اهو. الشوكولاته اهي المنظر ده اهو. عندك كيس حلواني ما عندكيش مش هتفرق اهي. كب كيك بالشوكولاته المنظر ده. صوص الشوكولاته ده نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر بودر، نص كوبايه زيت بس، وحبه فانيليا. وبتنزلي بالزيت سرسوب سرسوب في الخلاط. عايزه تعمليه صوص شوكولاته من غير لبن، لو عيلك عندهم برد ولا حاجه بتحطي ميه بدل اللبن المنظر ده بس كلها بقى فيها شوكولاته الشوكولاته كانت في التلاجة اهي. عايزه تخلعي من الورق اخلعي مفيش اي مشكله انا هزين دول بس معاكم والباقي هبقى ازينه مع نفسي اهو المنظر ده. ومعايا بقى الشوكولاته اللي هي فرماسير دي اهي اهي المنظر ده. وده كان الكب كيك بتاعنا اللي هو من غير بيض ومن غير حليب ومن غير زبده ولا سمنه ولا خلاط ولا مضرب ولا عجان ولا الكلام ده كله، مضرب بيدوي وعملنا احلى كب كيك متنسوناش بقى في اللايك سبسكرايب، اللي ما عملش الاشتراك يشترك ويدوس كلمه الكل اهو المنظر ده. متنسوناش في تعليقاتكم دعواتكم الجميله. خلينا نكمل مش هكتر عن كده بالمنظر ده. وده كان الكب كيك بتاعنا اهو. ما حطيناش بقى شوكولاته شيبس علشان هو اصلا كب كيك بالشوكولاته، واحنا كده كده حطينا له بالطبع الشوكولاته اهي بالمنظر ده. وبقى معانا اهو كب كيك كتير اهو نحطه في بقيه الاطباق. وهنا من كوبايتين دقيق عمل لنا كل الكميه دي اهي. ومعانا بقيه الشوكولاته اهي اللي هو صوص الشوكولاته اللي كنا عاملين مع بعض في الخلاط اهو. هبدا ازين بيه بقيه بواقي الكب كيك. من كوبايه دقيق، من كوبايتين دقيق، كوبايه ونص ميه، نص كوبايه سكر او كوبايه سكر بس كده. وبصوا عملنا احلى كب كيك. واقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.